اكبر سرقه في تاريخ اليابان واكبر بنك في البلاد، والسرقه ماشي عاديه، وهادو اللي خطوا ليها بدقه وذكاء. ما غاديش تصدق شنو هو اللي وقع. براكاج اغرب من الخيال. واش البوليس غادي يلقاو السارق ولا غادي يبقى السر مدفون؟ وتابع معنا القصه حتى الاخر وغادي تصدم من الاحداث. 1968 في ذاك الوقت كانت اليابان عايشه واحد التطور اقتصادي كبير، حيت هي اللي كانت اكبر تطور تكنولوجي في العالم. وبطبيعه الحال البنوك والقطاع المصرفي كانوا عامرين بزاف، وكانت هدف مثالي عند بزاف ديال العصابات. وفعلا وقعوا بزاف ديال البراكاج وديال السرقات في ذاك الوقت. ولكن ما بين بزاف ديال السرقات وحده فيهم هي اللي كانت هي الاكبر والاذكى بلا منازع. الاحداث بدات مع واحد المدير ديال واحد البنكه، والبنك كبير كان في العاصمه طوكيو، والبنك سميتو نوان تريست بانك. واحد النهار من الايام المدير ديال البنك فاق في الصباح وكان في الدار ديالو، ومشى يشوف الصندوق البريدي اللي في الدار، وديما كيجيو فيه فواتير الماء ديال الضو وبعض الرسائل ديالو من العائله ديالو والصحاب ديالو. ولكن بالضبط في هذاك النهار لقى واحد الرساله غريبه بزاف من عند واحد الشخص اللي مجهول وما عرفوش. ومنين حلها باش يقرا اش فيها لقى فيها واحد التهديد من عند واحد الشخص اللي مجهول. والشخص اللي صيفط ليه الرساله طلب منه 300 مليون ين، وقال ليه الا ما عطيتيهاليش غادي نفجر الدار ديالو. ومشى بالزربه عند البوليس بلغ به، والبوليس بالزربه هما يديروا واحد المراقبه على الدار ديال المدير. الا قدر هاد الشخص المجهول حاول ينفذ التهديدات ديالو، والمدير هو يعلم الموظفين يكونوا واجدين لاي تهديد ولا خطر على الحياه ديالهم. ويمكن هنا تسوى راسك تقول علاش البنك ما تسدش. الا كانوا بحال هاد التهديدات البوليس ما يمكنش يسدوا البنك، تيتاكدوا من القضيه. وفي اليابان معروفين عندهم الخدمه بحال شي عباده، ما كاينش اللي يقدر يوقف الخدمه واخا تقلب الدنيا. وبعد ايام قليله بالضبط من التهديدات في 10 ديسمبر 1968 البنك اللي خدام فيه المدير كان خاصو يسلم 300 مليون ين لشركه توشيبا. وشركه توشيبا كانت معروفه بزاف وعندها موظفين كثار، وبطعت البونيس الموظفه ديالها، حيت البونيس كيتعطى في الاخر ديال العام، وخاص البنك يديهم للشركه ديال توشيبا. والمدير البنك هو اللي كان مسؤول على التوزيع ديال الفلوس. هو يعين 4 ديال الموظفين باش ينقلوا الفلوس للشركه ديال توشيبا اللي كانت قريبه ليهم. والموظفين خداو 3 تشقير كبار وعمروهم بالفلوس وحطوهم في الكوفر ديال الطوموبيل اللي تابعه للبنك، وهما يركبوا في الطوموبيل وغادي للفرع ديال شركه توشيبا واللي كانت قريبه ليهم غير بعد واحد الكيلومترات. وما كانوا شادين الطريق، ويجي لهم واحد البوليسي بالموتور ويطلب منهم باش يوقفوا الطوموبيل. هو ينزل البوليسي من فوق الموتور وهو يجري عندهم ويقول لهم باللي الدار ديال المدير تفرقعت، وقال لهم كاين اللي تصاب وكاين اللي مات. وهنا الموظفين هما تصدموا وما يقولوا الشخص المجهول هو اللي فجر الدار. واخا البوليس كانوا تيراقبوا الدار، والبوليسي اللي جا عندهم عاوتاني قال لهم كاين احتمال كبير يكونوا قنابل حتى في البنك فين خدامين ولا في الطوموبيل اللي راكبين فيها دابا. وقال لهم خصكم تقلبوا دغيا الطوموبيل ياك ما فيها شي حاجه. وهنا الموظفين تخلعوا بزاف وما بداو تيقلبوا حدا رجليهم في الطوموبيل. وهنايا البوليسي هو يهبط تحت الطوموبيل تيقلب ياك ما كاينه شي حاجه، ياك ما كاينه شي قنبله تحت الطوموبيل. وتما كيدخل تحت الطوموبيل في البلاصه بدا الدخان تيخرج من تحت الطوموبيل. وهنا الموظفين تخلعوا وقالوا باينه كان عندنا تحت الطوموبيل شي قنبله. والبوليسي اللي كان تحت الطوموبيل غير شاف الدخان هو يتخلع ويقول لهم خصو يهربوا دغيا من الطوموبيل. والموظفين اللي كانوا في الطوموبيل خرجوا كيجريو، وهما يمشيو يجريو تخباو حدا واحد الحيط ديال واحد الدار، وكانوا خايفين بزاف وقلبهم كيضرب، وكانوا متاكدين بلي الطوموبيل غادي تفرقع. هادشي اللي كان تيدور لهم في راسهم وقالوا غادي تفرقع في اي لحظه. ولكن اللي وقع ما كانش انفجار. وفاش خرجوا مورا الحيط باش يطلعوا تصدموا، هما يلقاو الطوموبيل ما كايناش والبوليسي حتى هو ما كاينش، واللي لقاو غير الموتور ديال البوليسي باش جا عندهم وديك العصا ديال التنبيه اللي تيطلبوا بها المساعده، والموتور مرمي في الارض. وهنا الموظفين بقاو تيفكروا وقالوا ياك ما البوليسي دا الطوموبيل باش ما تفرقعش في الشارع، تفرقع في شي بلاصه اخرى. وفي البلاصه هما يصونيو البنك هو يجاوبهم المدير وقال لهم انا بخير ما وقع والو. وما ارتاحوا فاش عرفوه بالله باقي حي والدار ما تفرقعاتش وما كاين لا قنابل لا انفجارات. وهنا هما يفهموا الحقيقه الدخان اللي كان جاي من تحت الطوموبيل ماشي ديال شي قنبله. وهنا عاد باش استوعبوا البوليسي اللي كان تيمثل لهم الدور ديال المنقذ هو ما كانش بوليسي، كان جاي في الواقع باش يبراكيهم وخلعوهم بالدخان باللي كاينه شي قنبله تحت الطوموبيل. وفاش هما هربوا يتخباو مورا الحيط هو ديك الساعه ركب في الطوموبيل وهرب. والطوموبيل اللي كانت فيها 300 مليون ين داكشي نيت اللي طلب لهم في الرسائل. والفلوس اللي دا في ديك الوقت كتحسب دابا مع التضخم 6 مليون دولار. وهاد العمليه بالضبط بقات مسجله في الارشيف ديال اليابان، اكبر براكاج في تاريخ اليابان اللي ما ادى فيه حتى شي واحد وكان هو الاذكى. وتما ياك جاو المحققين فين وقع البراكاج ولقاو بزاف ديال الدلائل اللي خلى المجرم. واهم حاجه هو الموتور، وهذا الموتور ما كانش ديال البوليس نيت بصح، حيت هو كان غير صابغو ودار فيه واحد المكبر الصوت بحال ديال البوليس، ولكن تي تشوفو نيت بصح غادي تقول ديال البوليس. عاد باش زيد عليها اللباس ديالو كانت اللبسه ديال البوليس، وكان ضابط الامور ديالو وصعيب تعرفوه. وعاد باش الموظفين كانوا مخلوعين من داك الشفر اللي كان تيصيف التهديدات وكان داير فيهم الرعب وكانوا كيفكروا فيه ديما. وهنايا البوليس خداو الامور بجديه وخرجوا 10,000 بوليس يقلبوا في الشوارع ديال طوكيو وفتشوا الالاف ديال المشتبه فيهم، وبقاو تيدوروا يقلبوا على شي خيط يوصلهم لهاد السارق.
ولكن هذا اللي نفذ البراكاج كان ذكي وداروا المئات ديال البراجات ديال التفتيش، وكانوا الاوامر اللي عطاهم في البراجات يقلبوا على طوموبيل كحله فيها صالون كبيره الا دازت من تماك من شي براج، حيت هذا هو اللون ديال الطوموبيل ديال البنك. والامور ما طولاتش بزاف وهما يلقاو الطوموبيل ديال البنك واقفه في واحد المقبره مهجوره وحدها واحد الاثر ديال واحد الطوموبيل اخرى اللي كتوضح لنا بين عزات الفلوس من هذيك الطوموبيل ومشات. وهنايا هما يعاودوا يقولوا البراجات عاوتاني قلبوا كاع الطوموبيل بصفه عامه، ولكن هاد المره فاش عطاو الاوامر البراج جاو معطلين، واللي نفذ البراكاج كانت عنده تقريبا ساعه باش يخرج من تمايا وقدر يدوز من البراجات كاملين. وفي الصباح ولا الخبر منتشر بزاف في الجرائد، وهنايا الشعب الياباني تصدم من هذا الخبر هذا، وماشي من الكميه تاع الفلوس اللي مشات، من هذا اللي نفذ البراكاج بهذه الثقه هادي. والناس ولاو هنا معجبين به بزاف الذكاء ديالو، قدر يجي الفلوس بزاف بلا ما يقيس حتى شي واحد فيهم. وكاع هذا الشيء خلى موراه بزاف ديال الدلائل اللي بحال الموتور اللي خلى مرمي تمايا، والمحققين ما قدروش يوصلوا لشي حاجه ووصلوا للمصدر ديال الموتور والصوت اللي كان عليه، ولكن هادشي كامل ما قدا لهم والو حيت اصلا الشفار كان غير يشافر داكشي. وهنايا المحققين خرجوا واحد الصوره كتشبه اللي نفذ البراكاج من الوصف ديال الموظفين اللي كانوا في الطوموبيل، وهاد الصوره اللي طلعت لهم ماشي صوره حقيقيه غير رسم اللي داروا ووزعوا هاد الصوره كاع في الصحف وفي الاخبار ديال اليابان. وفي داك الوقت طبعت الصوره 750 الف مره، وما كاينش شي واحد في اليابان اللي ما شافش التصويره. والتحقيق اللي داروا كان صعيب بزاف، ومن بعد مرور السنين على هاد البراكاج اللي وقع لدرجه التحقيق هذا كيعتبر اكبر تحقيق في اليابان، وعدد المشتبه فيهم اللي كان 100 الف واحد. وعاد بزيد على البوليس اللي شاركوا في هذه القضيه 170 الف واحد، والارقام اللي كبيره بزاف. والمشكل الكبير هو اللي خسروا على هذا التحقيق 900 مليون ين خسروها غير في التحقيق، وهاد الفلوس اللي خسروا اكثر من الفلوس اللي نفذ البراكاج. وانت هنايا غادي تسائل وتقول علاش الحكومه خسرت هاد الفلوس كامله باش يقلبوا على داكشي اللي التشفر اللي قل من هاد الفلوس. والجواب هو غرضهم خص يثبتوا الهبه ديال الامن ديالهم والنظام ديالهم باش ما يطلعش شي واحد يدير عاوتاني نفس البراكاج وتكثر عليهم عمليات السرقه. وهنايا البوليس خص يثبتوا الحضور ديالهم وما يتساعدوش مع شي عمليه بحال هادي ويخليوها دوز بحال ما كاين والو. وخلال هذا التحقيق الكبير هذا كانوا ثلاثه المتهمين الرئيسيين، وحيت القصص ديالهم في شكل، والمتهم الاول فيهم هو المدير ديال البنك، وما قالوا ليش ديريكت انت اللي درتي البراكاج. كانوا تيقولوا حيت المدير هو اللي خطط لهاد القصه كامله، حيت السبب الاول خص تكون عمليه النقل ديال الفلوس تكون سريه في خبارو هو دوك اللي بيوصلوهم الفلوس، خاص حتى شي واحد ما يعرفش على هاد العمليه من غير الموظفين والمدير. والموظفين اللي كانوا في طوموبيل والمسؤولين اللي كانوا في شركه توشيبا اللي بيوصلوهم الفلوس في ذاك النهار. والى لاحظوا ما كاينش الامن ولا طوموبيلات ديال البوليس تابعين هاد الطوموبيل ديال النقل ديال الفلوس ديال البنك، حيت الفلوس اللي فيها كثيره، فيها 300 مليون ين، والسبب عمليه النقل هذه خاص تكون سريه، يعني كيفاش شي واحد من برا هو يعرف على هذا الموضوع هذا. والحاجه الثانيه الرسائل اللي وصلوا للدار ديال المدير كيفاش ما عرفوش المصدر ديالهم ولا منين جاو. وديك الساعات البوليس كانوا مراقبين الدار والبنك ديال المدير، وكيفاش هذا الشخص هذا اللي يجيب هذه الرسائل تفادى البوليس ووصلوا للبنك والدار. وهاد التساؤلات كاملين حطات المدير البنك في الشك قدام الناس كاملين، ولكن البوليس ما اعتبروش الشبه الاول فيه، حيت ما كاينش شي دليل فيه اللي تيثبت بالله هو اللي دار البراكاج. وكون كان هو اللي كان بغى يدير البراكاج بيديرها بواحد الطريقه اللي ما صعيباش بزاف بحال هادي. وهذا المتهم الثاني القصه ديالو اللي في شكل اللي كانت خايبه ومأساويه بزاف. هاد السيد هذا سميتو تانيناكا شوجي، كانت الخدمه ديالو سائق طاكسي، والسبب الاول اللي خلاهم يشكوا فيه هو انه ساكن قريب للبنك، والصوره اللي قدروا يطلعوا البوليس كانت تشبه ليه. عاد بزيد عليها انه سائق طاكسي وعنده المهارات في السياقه، هادشي اللي خلاو يشكوا فيه البوليس، ولكن ما كانش شي دليل ضده باش يشدوه يحققوا معاه. وهي تسرب واحد المعلومه للصحافه اللي هو هاد سائق الطاكسي هو المشتبه فيه رقم واحد، والصحافه طاحوا على الصور ديالو وداروا اخبار في المقالات والجورنالات، وداروا التصاور ديالو والسميه ديالو وصنعوا منه قصص هو اللي يقدر ينفذ هاد البراكاج. ومن بعد هاد الاخبار فاش انتشرت والبوليس بيرجعوا الراي العام مشاو بيجيبوه بيحققوا معاه، وفاش شدوه يحققوا معاه دو بالله عنده حجج قويه ما كانش في ديك العمليه اثناء البراكاج، يعني يكون مستحيل هو اللي ينفذ هاد البراكاج. والمشكل الكبير هو انه الصور ديالو والسميه ديالو كانوا منتشره في الاخبار، والسميه ديالو تشوهات قدام الناس وجراو عليه من الخدمه، وصحابو تاهما بداو يتهربوا منه وهو ما كان داير والو غير اتهموه بالباطل. وهذا الضغط الكبير عليه خلاه يدخل في واحد الاكتئاب، ومن بعد هو يقرر باش ينتحر. والقصه ديالو كانت خايبه بزاف وبقات عبره في اليابان، والصحف اللي غير يتهموا الناس بلا حجج بلا والو باش ما باقيش ينشروا الصور ديال المشتبه فيهم قبل ما يكون الدليل قوي على المشتبه فيه. ودابا غادي نشوفوا المتهم الثالث اللي كان هو الاقوى بين جميع المشتبه فيهم،
واحد الشاب اللي عنده 19 عام سميتو ساتويا شيرو. هاد الشاب هذا كان خدام مع واحد العصابه في اليابان، والمشكل هو كان باه بوليسي، وهاد الدري كان فيه تشد في الحبس على قبل سرقه ديال الطوموبيلات. وفوق هادشي كانت عنده واحد التجربه كبيره بزاف في المطر، وحتى الملامح ديال التصويره اللي طلعوا على المحققين كانت تتشبه عليه بزاف. وفاش داو على المحققين وتيحققوا معاه ما كانش عنده شي حجه قويه. فاش ديك الساعه وقع البراكاج فين كان، وديك الساعه فاش كان باه بوليسي كان ديك الساعه تعرف التفاصيل ديال الموتور كي تيكون، حيت باه كان تيخدم بالموتور ديال البوليس. ولكن المفاجاه الكبيره هي فاش البوليس مشاو يعتقلوه ولقاو في الدار منتحر وشرب السم. وفاش داروا البوليس التحقيق كان هادشي تيثبت بلا انه انتحر، وما لقاوش شي دليل اخر، وما لقاوش الفلوس اللي تشفرات، وما كاينش شي دليل كيثبت بلا انه هو اللي دارها. وطلعت بزاف ديال النظريات، والنظريه الاولى كتقول باللي با هو اللي سمو قتلو باش ما تسخليه السمعه ديالو حيت هو كان بوليسي. واحد النظريه اخرى تتقول باللي با هو رئيس العصابه وقتل ولدو خبى الفلوس. والنظريه ثالثه اللي تتبان معقوله، العصابه هي اللي قتلاتو حيت التهم بدات كتثبت عليه، وحيت با كان بوليسي كان غادي يعقد لهم الامور. وديك الساعات هذوك اللي كانوا في العصابه بداو تيشريو الدجور والطوموبيلات من بعد ما داروا البراكاج، ومن بعد ما دازو سنين واحد فيهم تشد ولقاو عنده الفلوس بزاف ورفض يقول لهم منين جابوهم. يعني كاين احتمالات كبيره تكون العصابه هي اللي نفذت البراكاج وتخلصوا من ساتو باش يتهناو من التهم اللي غادي يتبعوهم. فساتو ياشيري هو اكبر واحد متهم في هذه القضيه. ومن بعد 7 سنين من التحقيق في 1975 قرروا البوليس باش يسدوا هذه القضيه حيت ما قدروا يوصلوا حتى شي حاجه، وزيد عليها خسروا الفلوس بزاف. ومن بعد 20 عام على العمليه بالضبط في 1988 القانون الياباني اعفى على داك اللي نفذ البراكاج من اي متابعه جنائيه، حتى الا طلع كاع وقال لهم انا هو اللي نفذت البراكاج البوليس ما عندهمش الحق باقي يديروا ليه شي حاجه. ولكن حتى اليوم ما كاينش شي واحد اللي طلع واعترف، وبقات القضيه لغز بلا حل. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، وما تنساوش اشتراك وبارطاجيو مع اصحابكم الى عجبتكم القصه، ونشوفكم في الفيديو الجاي.